الاول ازيكم. يعني انا حابب اتكلم في موضوع كده استفزني بصراحه. يعني من شويه مشغل على التسجيل فيروز بتغني اغنيه استفزتني، لا خلتني ما اعرفش يعني لا ازاي يعني اللي بتقوله ده. انت ازاي يا فيروز بتقول كده؟ مع احترامي وتقديري ليك، انت عارفه انا بحبك قد ايه وعارفه معزتك عندي ازاي يا فيروز. يعني انت عارفه معزتك بالنسبه لي عامله ازاي، بس ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست فيروز؟ انا بحبك واسمعك في كل وقت، بس عند الاغنيه دي بالذات بقف. تقول ايه بقى؟ بتقول بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. حلو، يعني هي بتكتب اسمه على الحور العتيق، اللي هو يعني ماشيه كده على اي حيطه بتكتب اسمه، على مش عارف ايه، على الاثار، اي حاجه ماشيه في الشارع تكتب اسمه على الحور العتيق، على الصخر والكلام ده. حلو جميل، يعني ست رومانسيه اهي. هو بقى ايه؟ تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. حلو، يعني الراجل رومانسي اهوت ماشي بيكتب اسمك يا ستي على رملة الطريق. يعني طول ما هو ماشي في الطريق على اي رملة بيكتب اسمك ويعمل قلوب وورد وسهم وطلع من هنا وسهم وطلع من هنا وحنان وبتنجان. شغل جميل، شغل رومانسية، بس هو قديم شوية بس عادي. حلو ماشي. ايه المشكلة؟ المشكلة فين؟ بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة. يعني بكرة بتشتت الدنيا، المطر بتمطر على القصص المجرحة، جملة ملهاش لازمة يعني سيبنا منها. بيبقى اسمك يا حبيبي واسم بيتمحى يا اخت والنبي. ايه يعني انت كل اللي مضايقك يا ست فيروز ان المطره لما تمطر اسمه هيفضل واسمك تتمحي؟ يا ست الراجل افتكرك، يا ست الراجل كتب اسمك وفاكرك وبتاع وبيكتب اسمك وبيعبر عن حبه. تعالى برضك ما عجبهاش الوضع، ما عجبهاش. تقول له ايه؟ تحكي عني بحكي عنك يا حبيبي لاهالي الحي. يعني ست رطاطه، معلش يا ست فيروز زعليش مني، بس ما ينفعش انت ماشيه في كل حته بحكي عنك يا حبيبي لاهالي الحي. الرجاله ما تحبش كده يا ماما، ما تحبش تفضلي ماشيه بس ماشي بتحبي الحب ما بيقعدش على اللسان. ماشي بقى بتحكي عنك يا حبيبي لاهالي الحي. تحكي عني يا حبيبي لنبعه المي والنبي. طب ما حلو، الراجل بيحكي لنبعه المي اهو، يعني الراجل قاعد في جو رومانسي جميل والدنيا حلوه معاه وكله تمام وزي الفل، وبيحكي عنك لنبعه الميه. يعني قاعد كده هو مع نفسه جنب يعني حبه ميه عمال يحكي، يقول يا سلام انا بحبك يا فيروز وعلى حبك يا فيروز، وبيغني ويحكي. راجل رومانسي. بس الرجاله اللي ما تعرفهاش يا فيروز اللي في طبعها انها ما تحبش ترد كتير مع الناس. العلاقه ديت علاقه ما بينك وبين، يعني علاقه ما بينك وبين الراجل بتاعك، وما بيحبش يحكي فيها كتير. المشكله فين بقى؟ المشكله ايه؟ ولما بيدور المساء تحت ناديل السهر ولا مش عارف ايه اللي قلتيه ده يا ست، يعني لما الليل بيجي، يعني قولي الليل لما بيجي بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بتناسى. والنبي ده كلام، والنبي ده حب. يعني انت مشكلتك في ان هم بيحكوا عني يا حبيبي وانا بتنسى؟ ده حب يا ست فيروز؟ يا ست فيروز الحب اكبر من كده. هو الراجل ما بيحكيش، هو الراجل كده طبعه كده كتوم في نفسه يا ست فيروز. ما ينفعش يا ماما، الحب مش كده، الحب ليه اصول. تعالى بقى خد التقيله بقى عندك، خد بقى عشان تعرف الراجل بيحبها قد ايه. على لسانها قالت ايه؟ قالت وهديتني ورده. حلو اهو، اثبت، اكتب عندك، افتح محضر واكتب خانه ولا معرفش بيقولوا ايه. قالت ايه؟ وهديتني ورده. يعني الراجل جاب لها ورده، الراجل رومانسي وحلو وزي الفل بيكتب اسمها على الرمله. يعني رومانسيه الف مين يتمناها يا ست فيروز، الف مين يتمناها. وهديتني ورده خبيتها في كتابي زرعتها تحت المخده. يعني ايه ورده حطيتها انت في كتابك وحطيتها تحت المخده؟ تشكري يا ست. رومانسيه حلوه قديمه بس رومانسيه جميله، ورده وبتاع وشغل حلو. شوف بقى هي بتقول له ايه، شوف يا اخي الجبروت، هديتك مزهريه. يا ست هو بالكبر، هو عشان راجل جاب لك ورده تجيب له مزهريه؟ جرايه فيروز، هي القصه مش كبر، دي حاجه معنويه يا ماما، معنويه والله.
مش عشان الراجل جاب لك ورده تجيبي له مزهريه، تقولي لي بقى جبت لك بقى مزهريه عشان انت جبت لي ورده. لا احنا مش كده، مش داخلين في سبق يا ماما، ده حب، ده حب، يعني موضوع مش كده. والورده دي حاجه جميله منه، مشاعر نبيله طيبه يشكر الراجل عليها. ماشي، تقول له بقى هديتك مزهريه لكن بتداريها وما طلعني فيها ومش عارف حتى ضاعت الهديه. يا ست هو انت مال يعني؟ هو هيلف على اهل الحي، بصوا يا ناس، بصوا يا ناس، فيروز جابت لي مزهريه، ويمشي بحمار يلف على الناس؟ ده كلام يا فيروز؟ هو ده حب يا اخوانا؟ معلش، انا بحبك والله، والله بحبك وبعزك وبقدرك، بس مش كده، مش كده يا فيروز. مش ادتني مزهريه لكن بتداريها ومش هو. افهمي طبع الراجل اللي انت معاه. انت لو فهمتي طبع الراجل اللي انت معاه هترتاحي. هو الراجل كتوم، راجل ما بيحبش يحكي ويرطرط كتير، مش لوك 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 لوك. هيمشي بقى للناس فيروز جابت لي مزهريه، فيروز جابت لي مزهريه. انا بقى مش كده يا حبيبتي. بص بقى المشكله بقى الجبروت بقى. وبعد كل ده بتقول، وبعد كل دوت بتقول لي بتحبك، دخلك بتحبني قديش، ما بعدك بتحبني. يا ست حرام عليك، الراجل يقطع لك نفسه، يولع في نفسه يا فيروز. لا 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 لا، دي والله مقصول. تقول له بعد كل ده، تقول لي دوت دخلك بتحبني، مش عارف ما بعدك بتحبني. يا ست كل بعد اللي عمله الراجل ده شك في حبه. وده بقى يعرفك يعني ان الستات ما يعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. اي والله لو عملت لهم ايه، الراجل جاب لها كل مشاعر الحب، الراجل عملها معاه. قعد بالليل لوحده مع يحكي عنها وسرحان وبتاع، وجاب لها ورده وبيكتب اسمها على الرمل وهو ماشي، وفي الاخر تقول له انت بتحبني، انت بعد كل ده بتحبني. يا ست حرام عليك يا ست فيروز، يا ست فيروز، يا ست فيروز، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وشكرا.